حانت لحظة ركلات الترجيح أيها السيدات والسادة مشاهدينا متابعينا في كل مكان، ونادي الوحدة الإماراتي هو اللي هيتقدم لأول تسديدة. جواو بيدرو في مواجهة كيم سونج جو. جواو بيدرو في مواجهة حارس مرمى نادي لو ابراهيم عمال يشرح لهم القانون في علامة الجزاء، وكيم سونج جو على الجانب الآخر محمد الشمسي في مباراة انتهت أحداثها على مدار 90 دقيقة بالتعادل السلبي ما بين نادي الشباب السعودي ونادي الوحدة الإماراتي. الركلة الأولى عند جواو بيدرو في مواجهة كيم سونج جو. بيدرو وكيم، مين اللي هينجح؟ هل يصد كيم ولا يسجل جواو وكيم؟ والضربة الأولى وجواو وكيم ويسجل جواو بيدرو يا ولد بقوة كده، يحطها في نص المرمى ويسجل الهدف الأول. سعيد طبعا إسماعيل مطر الأسطورة الإماراتية، اللاعب الكبير والعظيم، وبجواره طبعا محمود خميس واللي كان أمضى سنوات رائعة مع نادي النصر الإماراتي كظهير هو واحمد ابراهيم الياسي في تلك الفتره مع ايفان يوفانوفيتش. وبص هنا جواو بيدرو داخل بكل ما عنده من قوه بيحطها في نص المرمى عشان تبقى النتيجه 1 الوحده لا شيء الشباب من علامه الجزاء. الضربه الاولى ناجحه. مين بقى اللي هيتقدم للشباب الان؟ هل هو ايفر بانيجا ولا مين؟ بالفعل هو ايفر بانيجا في مواجهه محمد الشمسي. بانيجا والشمسي بيتقدم بانيجا ويسجل هو الثاني. لعيب يودي الشمسي في الزاوية اليسرى ويحطها في أقصى الزاوية اليمنى وتصبح النتيجة 1-1. فرحان طبعا خالد الغامدي مدير الفريق الأول في نادي الشباب واللاعب اللي كان أعلن اعتزاله في الموسم الماضي، اللي كان انتقل لنادي الشباب قادما من صفوف نادي الرائد ومن قبلها في نادي النصر. وشوف هنا ايفر بانيجا اختار الزاوية بعناية وسجل الهدف. 1 الوحدة 1 الشباب. الضربة الثانية جوانكا أمام فريقه السابق وأمام زميله السابق جوانكا وكيم. وجوانكا يا ولد يا جوانكا يحطها حلوة في الزاوية اليسرى عالية. جوانكا يسجل ثاني أهداف الوحدة. 2 الوحدة 1 الشباب في ظل ترقب وقلق كده على وجه الجنوب افريقي بيتسو موسيماني. اهو جوانكا. شوف مين بقى الركله القادمه لنادي الشباب. اهو جوانكا. حسان تومباكتي في مواجهة محمد الشمسي وتومباكتي. حسان بيتقدم والشمسي وحسان يا ولد يا حسان بكل هدوء والشياكة يودي محمد الشمسي في الزاوية اليمين ويحطها هو في أقصى الزاوية اليسار. تسديدتين للفرقتين، الفرقتين نجحوا في التسجيل. 2-2 في اليمين ويحطها في الزاويه اليسرى حسان تومباكتي. شوف هنا الجماهير الشبابيه سعيده طبعا باللقطه. فارس جمعه اللي منزله موسيماني في الدقيقه 93 بدل من علاء زهير مخصوص عشان هذه اللحظه. فارس في مواجهه كيم وفارس ويضيع فارس. يا راجل موسيماني منزلك عشان دي. وفارس جمعة يعني الصراحة بتسديدة غريبة جدا. ايه اللي عملته ده يا فارس؟ شوف فارس يعني بكل سهولة نازل تضيع ولا ايه يا فارس؟ شوف هنا بقى زمايله يا عيني زعلانين من 3 تسديدات. الوحدة مسجل 2 والشباب من تسديدتين مسجل 2
وهنا هتان بهبري. هتان بهبري. هتان والشمسي. هتان والشمسي، وهتان بيتقدم ويسجل. هتان بهبري يروح معاها الشمسي لكنها عالية ويسجل هتان بهبري. 2 الوحدة 3 الشباب. تسديدة الرابعة الآن لنادي الوحدة. شوف هنا هتان بهبري وشوف الشمسي لكنها عالية وهدف. 2 الوحدة 3 الشباب. وهنا هتان بهبري يحطها بكل امتياز عشان تبقى النتيجة 2 الوحدة 3 الشباب. التسديدة الرابعة لنادي الوحدة الآن. ده أحمد نور الله. ده أحمد نور الله. أحمد نور الله يتقدم في مواجهة كيم. أحمد نور الله وكيم وأحمد نور الله ويسجل يا ولد. حلوة على يمين كيم. 3-3. الوحدة من 4 مسجل 3 والشباب من 3 مسجل 3 والرابعة لنادي الشباب. شوف يا ولد أحمد نور الله حطها في ارتفاع عالي، مش عالي قوي يعني، ارتفاع كويس وقوية على يمين كيم اللي ما عرفش يعمل معاه أي حاجة. تركي العمار. تركي في مواجهة محمد الشمسي. تركي والشمسي. الشمسي وتركي بيتقدم. تركي يا ولد يا ولد. تركي العمار يخلي الشمسي يتعشم في الزاوية الشمال ويحطها له في أقصى الزاوية اليمين. 3 الوحدة 4 الشباب. شوف اللقطة يا ولد اللي جاية لو ضاعت على الوحدة. مبروك الشباب. الوحدة من 4 تسديدات مسجل 3 والشباب مسجل 4 من 4. لوكاس في مواجهة كيم. لوكاس كيم ولوكاس يسدد. لوكاس كان هيجيبها والله. كيم كان هيجيبها لكن لوكاس حطها فيها مخاطرة لكن نجح. الوحدة من 5 تسديدات سجل 4. الخامسة والأخيرة للشباب. إذا سجل الشباب صعد إلى الدور قبل النهائي. أمامنا هو لوكاس بيمينتا اللي نجح في تسديد الكرة الماضية وماجد كيمبا. ماجد كيمبا ومحمد الشمسي وماجد كيمبا اهو. ماجد كيمبا والشمسي والشباب إلى الدور قبل النهائي. الشباب يصعد على حساب الوحدة الإماراتي من ركلات الترجيح ليصعد الشباب لمواجهة الهلال ليكتمل عقد الدور المربع الذهبي. ألف 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 مبروك لنادي الشباب. حظ أوفر لنادي الوحدة في مباراة صامت عنها الأهداف بركلات الترجيح. ينجح الشباب في الصعود على حساب الوحدة بنتيجة 5-4. مبروك للليث ولجماهيره. حظ أوفر لنادي الوحدة وجماهيره. أينما كنتم في كل مكان أرجو أن أكون قد وفقتم من الله عز وجل. حياتي بلال أحمد عمر. ألقاكم دائما على الخير. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الكلمة الآن للزميل العزيز محمد خاتم والزملاء في الاستوديو التحليلي. محمد تفضل الكلمة لك.